السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم في سعادة وهنا دايما يا رب. طبعا دي سفرة اول يوم رمضان. ما شاء الله كل واحد فينا اول يوم رمضان بيبقى محتار وعمال يقول هعمل ايه، طب هنجيب ايه. بنحس ان احنا هناكل الدنيا كلها اول يوم رمضان، وطول ما احنا في رمضان عايزين نعمل سفرة كبيرة واكل كتير. السفرة اللي انتوا شفتوها دي كلها طبعا احنا عملنا ايه في اليوم ده؟ عملنا محشي. طب ايه دي يا ميسة المكنة؟ بصراحة الولاد قلت اروح ابعت اجيب كيلو لحمة عشان ابني عايز ياكل مكرونة بشاميل وكوسة، وانتوا عارفين اللحمة غالية طبعا. يجي قلت لابني طب بص اقول لك حاجة، خد فرخة فرومها، اعمل لي بيها لحمة مفرومة وانا هعمل بيها الكوسة والمكرونة بشاميل. وابني طبعا كان عمال يفرم في الفرخة. وهنا بقى قلنا نعمل ايه؟ السمبوسة. انا عندي الولاد بيحبوا السمبوسة جدا، كل سنة وانتم طيبين. بيحشوها باللحمة، بيحشوها بالجبن، بأي شيء موجود عندك في البيت بتحشيها بيه. كان في نوع الجبنة ده في البيت والبنت قالت أنا هعملها بيه. وبصراحة أنا بحبها بالجبنة البيضة اللي اسمها جبنة الفيتا. قلت لها طب جربي واعملي بيها. وعملنا السمبوسة زي ما انتوا شايفين اهي، ما شاء الله عليها. صلوا على النبي بقى يا جماعة. وتعالوا بقى نروح مع بعض ونشوف كلنا عملنا ايه في أول يوم رمضان. وكل بيت فينا أول يوم رمضان كان مشغول ومحتار يعمل أكل ايه. يا رب يجعل أيامنا كلها سعادة وهنا. شايفين السمبوسة؟ شايفين اللفة؟ في ناس كتير بتقول لي يا ميسة احنا منعرفش نلف السمبوسة، حاولنا كتير وتبوظ مننا وبتتفتح مننا في الزيت واحنا بنقليها. طب ركزي معايا في لفة السمبوسة دي وانت تعرف ان هي سهلة جدا. شايفة لفة السمبوسة؟ سهلة جدا جدا وهي لوحدها. واحنا بنلفها بتعمل ايه؟ شكل المثلث الجميل ده، وبنروح مدخلين الورقة من فوق. في ناس كتير بتغلط الغلطة وايه هي؟ بتسيب الورقة زي ما هي، بتدخلهاش من جوه، بتروح مفتوحة منك في الزيت. واحنا هنا هنلف كام واحدة مع بعض عشان نشوف السمبوسة بتاعت أول يوم رمضان سهلة وحلوة وبتتعمل بسهولة ازاي. صلوا على النبي بقى يا جماعة وقولولي انتوا عاملين ايه، ويا رب دايما تبقوا بخير. ويا ريت يا جماعة تتابعونا مع الشيف ميسة في على اليوتيوب، قناة يوميات الشيف ميسة، وعلى الفيس الشيف ميسة. تابعوني دايما وانا معاكم كل يوم في رمضان، في جو رمضان الجميل وفي حاجات رمضان الجميل. هنا بتعملي ايه بقى يا ميسة؟ القطايف. دخلنا على القطايف. انا بحب القطايف جدا 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 في رمضان او غير رمضان، بحب ان انا ادور عليها واعملها. انا جبت القطايف، طبعا انت بتدوسي على حراف القطايف من فوق حلو عشان ما تتفتحش منك برضو وتبهدل الدنيا وانت بتعمليه في الزيت. في متابعين بعتولي طب احنا بنحطها في الزيت يا ميسة وبتروح مفتوحة مننا، والزبيب بيروح مفرقع جوه الزيت ومبهدلنا الدنيا. قفلتها سهلة وحلوة، اضغطي عليها من فوق بالراحة وتبقى جميلة. هنا بقى كنت بسلق الكرنب. قلت هعمل محشي ورق كرنب اول يوم. وهنا بعمل التقلية بتاعته. معلش طبعا يعني كان اليوم مش مساعد معايا في التصوير كويس. وقلينا البصل ونزلنا بالطماطم. وهنبتدي بقى ننزل بالتوابل، الفلفل اسمر والكمون والكزبرة والقرفة ومرقة الدجاج والملح الابيض اللي احنا متعودين عليه دايما نعمله في ايه؟ في تتبيلة المحشي. وهنا يا ميسة بقى العصير. بحب دايما العصير البلح بالمية بسكر او باللبن الموجود عندك. فانا قلت لا لازم اعمله اول يوم رمضان عشان نفطر منه على اذان المغرب. طبعا البلح ده البلح الناشف، وانتوا عارفين اسعار البلح اليومين دول زادت وكل حاجة بقى طبعا بقت زايدة. فقلت لا يعني اعمله من بدري بحيث ان هو يكون طري وكويس معايا، ما يجيش المغرب الاقيه لسه ناشف.
وهنا نزلت بالبلح ونزلت عليه باللبن، كمية اللبن اللي انت عايزاها، كوباية لبن وتزودي عليها كوبايتين لبن، عايزة تعمليه كله باللبن اللي نفسك فيه. معلش انا كنت ماسكة طبعا الكوباية بايد وبصور بايد، فتلاقوا الكاميرا بتهتز معاكم ومش واضحة. طبعا ده جوز الهند، انا دايما بعد ما بعمل البلح بروح نازلة عليه بجوز الهند اللي انتوا شايفينه ده والزبيب ده، وانزل عليه بكوباية السكر دي. نزلت عليها بكوباية السكر وكوباية الزبيب وكوباية جوز الهند، بتبقى جميلة جدا ويا الله على الريحة واحنا شغالين فيها كده. لو مش الصيام هنقعد بقى ايه، ناخد معلقة في معلقة لما نخلصه. ونزلت بجوز الهند وابتدي ان انا اقلبه معاكم، شايفين عامل ازاي؟ عصاير طبيعية وجميلة جدا في البيت. بصراحة انا مش بحب العصاير اللي بره اللي بيقولوا عليها دي الأكياس اللي بتتعمل مش بيبقى لها طعم. يعني لو عصير برتقال، عصير جوافة، أي عصير داخل البيت هتلاقيه طعمه جميل وأحلى بكتير. كل سنة وانتم طيبين، يا رب دايما تبقوا في سعادة وهنا. ومعلش بقى بالنسبة لصوتي لأن والله واخدة دور برد وتعبانة شوية. حتى الفيديو هينزل معاكم بعد رمضان بيومين، لأني ما كنتش قادرة إن أنا أمنتج الفيديو. هنا نزلت معلقة زيت ومعلقة سمنة، بالنسبة للظروف اللي احنا فيها بقينا بنقول معلقة. وكان عندي لحمة كده في الكيس، قلت اعملها برضو كده تمشي جنب الاكل الولاد، عشان اللي مش بياكل الفراخ ياكل اللحمة. ونزلت بيها، بحب قوي ان انا اشوحها تشويحة كده فيهم قبل ما اعمل الشوربة وقبل ما اعمل اي حاجة. وابتديت ان انا اقلبها معاكم. هنزل عليها بقى بالبصل وبالطماطم. انا بعمل البصل والطماطم ده مع بعض، وبنزل عليه بالفلفل الاسمر والكمون ومرقة الدجاج والبهارات السبعة، كل انواع البهارات بروح نازله عليها في الحله كده. بقى تلاقي الريحه قلبت الشقه وهي على الريحه وعلى الجمال ما شاء الله. هنا برضه عملت نفس التتبيله، البصل والطماطم وعليه الفلفل الاسمر وعليه الكمون وعليه القرفه وعليه مرقه الدجاج. وابتديت ان انا احشي الفراخ. طبعا دي الفراخ البيضه اللي انتوا عارفينها، بحب اعمل فيها انا الحشو ده قبل ما انزل فيها معلقه السمنه والزيت دي عشان اشوحها فيها، عشان لو فيها اي حاجه طبعا. معلش معلقه السمنه والزيت دي بصي يعني بتدي صدة كده للطير وبتخلي ريحته حلوه وطعمه حلو. كل سنه وانتم طيبين، واتمنى ان انتوا تتابعوني دايما في القنوات وعلى كواي وعلى انستجرام وعلى التيك توك وعلى اليوتيوب وعلى الفيس. بس اكتبوا الشيف ميسة وانتوا هتلاقونا معاكم كل يوم. وبس اليومين دول معلش بتأخر في التصوير شوية، انتوا عارفين طبعا ان انا حامل وفاضل ايام بسيطة على الولادة، فتعبانة وما بقدرش اقف زي الاول كتير. ادعولي بس ان انا اقوم بالسلامة، ومحتاجة منكم دعوات كتير كتير ان ربنا يقومني بالسلامة يا رب، ونرجع نصور ونقف ونرجع كل يوم مع بعض. وهنا حطيت مرقة الدجاج والمية طبعا عليها والحبهان وتشكيلة الورق اللورا والحاجات اللي احنا بنحطها دي. ايدي بميز دي الفراخ اللي انا قلت لكم خليت ابني يفرمها، نزلت عليها بالبصل والفلفل وعملت حتة فراخ زي الفل. استحالة بصي يعني تقولي ان دي مش لحمة مفرومة، او تعملي ان انتي اصلا ان تقولي انا باكل صينية مكرونة بايه. طب صينية الكوسة اللي انا باكلها دي بايه؟ بشاميل وكوسة ومكرونة جميلة جدا بالفراخ ما تفرقيش بينها. هنا طبعا كنت بسلق المكرونة عشان المكرونة بشاميل، وبصراحة ما لحقتش اصورها لان برضو اليوم كان صعب معايا شوية. وهنا طلعنا بالاكل قدامكم زي ما انتم شايفين، المكرونة بالبشاميل في الطباق. عملنا طاجن محشي الورق العنب، كان جميل جميل جدا ما شاء الله عليه وطعمه تحفة بريحته. وهنا الرز، وهنا السمبوسة اللي عملناها مع بعض.
وهنا الفراخ بعد ما شويناها في الفرن، وطبعا كنا عاملين بومبار. قبل كده صورت لكم الممبار كتير وطريقة عمايله، برضه هنزله لكم تاني. والشوربة والملوخية وكل سنة وانتم طيبين. وعايزاكم تصلوا على النبي معايا. شايفين المحشي، شايفين الدخانة، ودايما تتابعوني في كل يوم في فيديو جديد. ورمضان خير وسعادة وهنا عليكم يا رب، مع الشيف ميسة. ايه رأيكم في السفرة الجميلة بتاعت أول يوم رمضان؟ طب الحلقة دي فيها ايه يا ميسة؟ أقول لكم الحلقة دي فيها ايه. فيها صوبيا. أنا كنت حاطة الصوبيا دي في الفريزر، وكان نفسي بقى أشرب صوبيا ساقعة بصراحة، فطلعتها بقى ايه على السفرة مع الأكل. السمبوسة، مكرونة بشاميل، المحشي، السلطة، الرز. والسلام عليكم، واشوفكم فيديو جديد مع الشيف ميسة، وسفرة جديدة وتصوير جديد، وكل يوم حكاية جديدة معانا. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يجعل أيامكم كلها سعادة وهنا دايما يا رب.